مقاهي ماردين تتصف بميزة لا تتصف بها مقاهي بقية المدن، كونها تمنح الزائر مشاهدة دولتين لا تفصل بينهما سوى سكة القطار، حيث تتراءى لك الجزيرة السورية التي يسميها الكرد في الجانبين برية ماردين، كونها أرض سهلية. يجلس الثلاثة شورش ويوسف وضياء يشربون الشاي ليدلهم شورش على موقع قريته التي لا تبعد كثيرا عن هذا الجبل، والثلاثة يحلمون بأن تتحول أرواحهم إلى طيور سريعة تطير للجانب الآخر تقبل تراب ذاك الوطن المحاط بالظلام والظلم. يقطع شورش عليهم وعلى نفسه ما يحلمون به ليقترح عليهم أن يذهبوا للأستاذ ليحدثهم عن الوضع العام في الوطن، كونه الأقدر على التحليل. يسأله يوسف عن الأستاذ ومن يكون. يركز شورش من جلسته ليقول: الأستاذ نياز من مدينة قامشلو، مدرس اللغة الإنجليزية، تم اعتقاله في عهد الطاغية حافظ الأسد نتيجة مقالاته الجريئة التي كانت تتناول الوضع البائس للمواطن السوري عامة والكردي خاصة. بعد الإفراج عنه لم يستطع الاستمرار في وظيفته لأنه فصل منها بعد اعتقاله، لذلك اضطر إلى إعطاء الدروس الخصوصية بالرغم من عدم اقتناعه بها، لكن الظروف تحكم المرء أحيانا بضيق العيش، إلا أنه لم يترك الكتابة والنقد. غادر الوطن مثلنا مجبرا ويعمل الآن في سوق الخضار، وأجمل ما فيه أنه لا ينتسب إلى أي حزب سياسي، لذلك تراه حرا غير مقيد بتعليمات الأحزاب. سوق الخضار؟ يسأل يوسف متعجبا. وهنالك عدة مدارس سورية منتشرة في عدة ولايات في هذا البلد. يضحك شورش وضياء ليقول ضياء: ألم تسمع شورش وهو يقول بأن الأستاذ مستقل؟ وهنا أمور المستقل غير ميسرة، فكل مدرسة تابعة لجمعية، ورئيس الجمعية هو من يعين من المدير إلى المستخدم، وليست مشكلة أن يكون المدير غير حاصل على شهادة معهد أو جامعة، إنما المهم أن يكون قريبا من أفكار رئيس الجمعية وألا يعارضه في شيء، وكذلك المعلمين. أما الشهادة فالحصول عليها لا يدوم سوى أسبوع واحد ويكلف بضعة مئات من الدولارات. صدقني، أعرف شخصا لم يحصل إلا على شهادة الثانوية العامة، وهنا اشترى شهادة جامعية والآن يعطي الدروس لطلاب الثانوية، وأمثال الأستاذ يعملون في سوق الخضار، علما بأنني لم ألتقي به، ولكن عرفته من كلام شورش الدائم عنه، وقلبي يؤلمني عليه، وهو مقبل على 50 من عمره، وأولاده صغار لأنه تزوج وهو كبير في السن بعد أن عانى من الاعتقال لسنتين. يستغفر يوسف ربه قائلا: لأجل كرسي يضيع وطن. يكمل شورش مع جليسيه: دعكما من الحديث لنذهب لبيت الأستاذ قبل أن يتأخر الوقت. حفاوة الأستاذ بهم تعبر عن تواضعه وثقافته العالية، لكن بيته تعيس للغاية، عبارة عن غرفتين، إحداهما غرفة استقبال صالون صغيرة تكفي لجلوس 6 أشخاص، شريطة أن يجلسوا متكاتفين وإلا سيضطر أحدهم للجلوس أمام الباب. فيها 3 أبواب: باب الدخول وباب الغرفة الثانية وباب المطبخ. أما المطبخ فيشبه رأس العصفور، طوله 2 متر وعرضه 1 متر فقط، والغرفة الثانية تشبه أي شيء إلا الغرف، لأنها تبدأ عريضة وتنتهي بشكل زاوية عرضها أقل من نصف متر، كونها واقعة عند تقاطع شارعين. فعندما يأتيه زائر تذهب زوجته وأولاده ال3 إلى تلك الغرفة مع كل حاجياتهم الموجودة سابقا فيها. تغدو الغرفة عاجزة عن استقبال فراشة واحدة. الشيء الجميل في غرفة الاستقبال هي النافذة المطلة على الوطن، حيث يستطيع المرء مشاهدة أضواء مدينة الدرباسية حينما يحالف الحظ أهلها بمجيء الكهرباء ليلا. هم يفرحون، ومن يشاهد الأضواء من وراء الحدود يرتجف قلبه شوقا لها.
يقدم لضيوفه الشاي بعد أن عرفه شورش عليهم، ليبادره يوسف بالسؤال: إلى أين يتجه الوضع يا أستاذ؟ يجيبه الأستاذ بعد أن أشعل سيجارته: إلى الأفضل. لم يعجب الجواب كلا من يوسف وضياء، أما شورش فيعرفه ويعلم بأن كل كلامه مدروس. يضع ضياء كأس الشاي على الأرض ويقول: كيف إلى الأفضل يا أستاذ؟ والطيران يقصف يوميا معظم المحافظات، والسجون تستقبل يوميا المئات وتقتل العشرات، وهنالك مدن مدمرة بشكل شبه كامل، والمناطق التي تحت سيطرة المعارضة سواء المتشددة دينيا أم أيديولوجيا يعاني سكانها مثل ما يعاني من يعيش في المناطق التي تحت سيطرة النظام، بل أسوأ في كثير من الأحيان. وقد سمعت أنه في بعض المناطق أصبح الناس يريدون عودة النظام علما أنهم ثاروا بداية ضده. يجيب الأستاذ بكل هدوء: النظام يسمح بسيطرة من هو أسوأ منهم في المناطق التي تتحدث عنها، كي يخير الناس بين السيء والأسوأ، بين انقطاع الماء والكهرباء 10 ساعات يوميا وبين انقطاعها أكثر من ذلك. هذا النظام يملك خبرة منذ عقود في إذلال الشعب. أما قولي بأن الوضع يتجه للأفضل فأنا أقصد المستقبل، والمستقبل البعيد. ربما أنا وأنتم لن ننعم بهذا الأفضل، فهنالك حرب عالمية على الأرض السورية، فالدول الكبرى تجعل الوضع يهدأ حتى تؤمن موضع قدم لها. أما في المستقبل القريب فالأمور تتجه للأسوأ، فكل طرف يحمل السلاح ويحاول أن يسيطر على أكبر مساحة ممكنة من الأرض كي يقوي موقفه في أي مفاوضات قادمة، وأمريكا تتلاعب بالجميع. لاحظوا، عندما تدعم فصيلا مسلحا في مواجهة النظام يبدأ هذا الفصيل بالتقدم على الأرض، وفجأة تقطع عنه الدعم عن طريق وسطائها من الدول الإقليمية، أي تلعب مع الجميع لعبة القط والفأر لتنهك الجميع. أما هذه الدول فتظن واهمة بأنها تستطيع أن تؤثر على المشهد السوري. بعضها يدعم المعارضة المسلحة من أجل بناء حكم سني، والأخرى تدعم لبناء حكم شيعي، والأخرى تستميت لإعادة أمجاد الخلافة العثمانية وكي لا يحصل الكرد على حقوقهم، والنتيجة بيد أمريكا، ويدفع ضريبة كل ذلك الشعوب السورية. والسبب الأول والأقوى هو طاغية الشام، الذي كان بإمكانه احتواء الوضع منذ أكثر من 3 سنوات بمعاقبة المجرمين الذين أجرموا بحق الشعب في درعا وإشاعة الحريات، ولكن كل الطغاة متشابهين في رؤية شعوبهم فئرانا لا يحق لهم رفع رأسهم. يتساءل يوسف مستغربا: ألسنا شعبا واحدا وأنت تقول الشعوب السورية؟ يبتسم الأستاذ قائلا: ما دمنا عدة شعوب نعيش ضمن هذه الجغرافيا التي رسمت حدودها الدول الكبرى منذ 100 عام فنحن شعوب، ولكي نستطيع أن نعيش غدا بسلام علينا جميعا الإقرار بالواقع وإسقاط سياسة الحزب الواحد السيء الصيت الذي زرع معتقدات مشوهة في رؤوس السوريين لعقود. عندما أقوم بإنكار وجودك وتقوم بإنكار وجودي، حينها لن نستفيد شيئا من إسقاط الطاغية. فالثورة يجب أن تبدأ فكريا، ونحن لم نقم بذلك، وأنتم ترون ما توصلنا إليه من ثورة سلمية إلى نزاع مسلح دموي لم يسلم منه أحد من السوريين. المصيبة أننا نقلنا معنا العلل التي زرعها في عقولنا نظام الممانعة، طبعا ممانعة في مواجهة الشعب. يضحك الثلاثة وقد أثر فيهم كلامه. يسأله شورش عن عمله فيجيب بحزن: إنه متعب جدا، صحيح أنني أقوم بالبيع، ولكن أضطر أحيانا لحمل صناديق الخضار لأنني أشفق على الصغار الذين يحملون الصناديق ولا زالت أعمارهم لما تتجاوز 15، وكلهم سوريون ومن محافظات عدة. وأكثر ما يؤلمني هو طفل عمره 12 عاما والده معتقل في سجن صيدنايا ولا يعلم إن كان حيا أو ميتا. حينما أراه يحمل صندوقا يعتصر قلبي ألما، فأذهب لأحمل عنه رغم ألم ظهري القديم، ولكنني أعود للبيت سعيدا
لأنني أرى في عيونهم البريئة كل معاني الشكر. ولماذا لا تهاجر فمكانك ليس في سوق الخضار؟ يسأله ضياء. يجيب وفي قلبه غصة: أحاول ما استطعت أن أبقى قريبا من ذاك الوطن الساكن في روحي، فقد ثرنا لا لنبتعد، ولكن لكل شخص ظروفه، وإن وصلت لمرحلة عدم القدرة على الاستمرارية حينها يكون لكل حادث حديث. يشكره الثلاثة ويستأذنونه للمغادرة، فغدا أمام الجميع استيقاظ باكر وعمل شاق.